وضع التاج تاريخ البشرية الأندلس مفروض. ما بعرف الصراحة. هو النمرود، يعني سيدنا آدم مثلا. سيدنا داوود. ممكن نمرود. هو ملك كمان. نعم ملك. ملك. هذا آخر جواب عندك. مرحبا. هلا. عمو فيني أسألك سؤال؟ تفضلي. من هو أول من وضع التاج في تاريخ البشرية؟ ما بعرف. أبدا؟ لا والله. هيك هيك. ما بعرف. شكرا كثير لك عمو. سيدنا داوود. التاج والله ما بعرف أبدا؟ ابدا، ما عندي شكرا كثير لك. ما عندي فكرة، بس بظن بالحضارة البابلية أو هيك شيء. شكرا كثير لك. مرحبا. هلا. فيني أسألك سؤال؟ تفضلي. من هو أول من وضع التاج؟ من أول ملك يعني؟ مم؟ ما عندي فكرة. بالإسلام ما حدا وضع تاج. أبدا؟ المسلمين ما حطوا تاج، حطوا المسيحيين هن اللي حطوا تاج، والملوك هن اللي حطوا. يمكن ملك بريطانيا. ما بعرف الصراحة. أبدا؟ أبدا. شكرا كثير لك. في تاريخ البصرة. لا والله. شكرا كثير لك. تاج وضع التاج تاريخ البشرية الأندلس مفروض. لا شكرا كثير لك. ما في احتمالات. لا والله يا عمو ما في احتمالات. هو ملك كمان. نعم ملك. ملك. هذا آخر جواب عندك. والله ما أعرف. شكرا كثير لك. والله ما عندي علم. شكرا كثير لك. مرحبا. أهلا وسهلا. كل عام وانت بخير عمو، رمضان كريم. علينا وعليكم إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. عمو بدي اسالك سؤال ديني، معلي؟ تفضلي. من هو اول شخص وضع التاج في تاريخ البشريه؟ هو النمرود. شكرا عمو. بدي اسالك سؤال ثاني، معلي؟ كم عدد اولاد سيدنا ادم الذكور؟ 3. برافو عمو، بسم الله ما شاء الله، يعني اجوبتك دينيه والمعلومات الثقافيه عندك كثير حلوه. فيني اسالك سؤال ثالث؟ ما هي مهنة سيدنا محمد قبل البعثة؟ اللهم صل عليه. كان راعي وتاجر. بسم الله ما شاء الله عمو. فيني اسألك سؤال كمان؟ تفضلي. آخر سؤال رح اسألك اياه. من هو أول نبي قام بالصيام؟ آدم. شكرا كثير عمو، شكرا كثير. يعني سيدنا آدم مثلا. لا. هذا أول بشري خلق. ما بعرف. شكرا كثير لك. ممكن نمرود. برافو صح، جوابك صح. فيني اسألك سؤال ثاني؟ كم عدد أولاد سيدنا آدم الذكور؟ 7. غلط، بعتذر منك جوابك غلط، بس أول جواب صح. شكرا كثير لك.